السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل طريقة القطايف. يعني اعمل القطايف بطريقة ناجحة جدا، يعني اعملها بمية ودقيق، يعني الطريقة الاصلية اللي هي بتاعة القطايف اللي هي بالمية والدقيق. يعني الطريقة ناجحة وممتازة جدا من غير ما اضيف لها اي سميد، يعني مش بضيف لها سميد خالص، اللي هو دقيق البسبوسة مش بضيفه ليها، هي مية ودقيق فقط. دي الطريقة الاصلية بتاعتها اللي ما بتتعمل غير بمية ودقيق فقط. هتعجبكم ان شاء الله الطريقة لما تجربوها، ومش هتفرجوها عن اللي بتجيبوها من بره. ياريت نتبع الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة صح، عشان تعرفوا الطريقة الصحيحة تعملوها مظبوطة. اول حاجة نبدأ بسم الله، صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا نحط كوبايتين سكر، يعني احنا نعمل الشربات بتاعة القطايف. شربات القطايف لازم تكون تقيلة. نحط كوبايتين سكر عليها كوباية مية، كوبايتين سكر عليها كوباية مية، عليها عصير نصف ليمونة، نص ليمونة كده عصير. وبعد كده نضيف سنة ملح ليمون، يعني سنة ملح ليمون عشان خاطر السكر ايه لو زاد معاكي تاني يوم او كده ما بيسكرش. وبعد كده نحطها على النار كده، نار هادية، ونسيبها اول ما تغلي نغطيها ليه عشان ما تلسكش معاكي في الحواشي الحلة. بس نسيبها من يعني من 6 ل7 ل8 دقايق، اكتر حاجة 8 دقايق. لو سبتيها اكتر من كده هتلاقيها ايه ربطت معاكي. هنا نعمل العجينة، العجينة القطايف هنعملها على مرتين. هنا هنعمل خميرة، نحط نص كوباية مية دافية، عليها نص معلقة صغيرة سكر، عليها معلقة صغيرة خميرة. يعني بنعجن عجينة القطايف على مرتين، المرة الاولى دي خميرة. بعد كده نحط ايه نص كوباية دقيق، يعني الاول نحط نص كوباية مية دافية، وبعد كده نحط نص معلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة خميرة. وبعد كده نعجنها، وبعد كده نسيبها على جنب تخمر، يعني نسيبها 10 دقايق تخمر كده. هنا نعمل العجينة التانية، نحط كوباية مية دافية، ودي ربع كوباية هنستعملها بعدين، نستخدمها بعدين يعني. نحط معلقة كبيرة لبن بودرة، وبعد كده نحط كيس فانيليا. بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ودي طرف المعلقة صغيرة ملح بس. وبعد كده نقلبهم. بعد كده نضيف كوبايتين دقيق، وبعد كده نقلبهم كده بالمضرب السلك، يعني نقلب فيهم جامد يعني. وبعد كده هنا دي كوباية نص ربع كوباية مية نعجن بيها بالتدريج، يعني مينفعش نحط كوباية وربع مرة واحدة، لا ربع الكوباية نخليها في الاخر نعجن بيها بالتدريج. لو انتي مثلا مش عايزة تضيفي المعلقة الكبيرة لبن بودرة او ما عندكيش لبن بودرة، ممكن تعملي ربع كوباية المية دي الاخيرة اللي بنعجن بيها في الاخر دي، تضيفيها لبن. يعني بدل ما تضيفي ربع كوباية مية ضيفي ربع كوباية لبن، لو انتي مش هتضيفي معلقة كبيرة لبن بودرة ماشي. يعني لبن البودرة او ربع كوباية اللبن مهمة، يعني لتحسين يعني يعني كمحسن كده، يعني كمحسن للخبز، فاهمة؟ يعني كبديل محسن، يعني معلقة اللبن الكبيرة البودرة او تضيفي ربع كوباية لبن، ده كمحسن. يعني لو ما ضفتيش ربع كوباية اللبن البودرة، يعني ما ضفتيش المعلقة الكبيرة لبن بودرة، يبقى تضيفي ربع كوباية لبن بدل ربع كوباية المية.
يعني الطريقة سهلة جدا بس عايزة ايه تركيز. بقى كده هنا الخليط اللي احنا عملناه، يعني انا سبته 10 دقايق، يعني سبته 10 دقايق يخمر قبل ما ابدأ في العجينة التانية، فاهمة؟ بعد كده بعد ما نخلص العجينة التانية كده اروح نضيف عليها ايه الخميرة اللي احنا عملناها، يعني دي خميرة القطايف دي، فنضيفها عليها. ما تزوديش عن معلقة صغيرة خميرة، يعني كوبايتين دقيق بياخدوا معلقة صغيرة خميرة، ما تزوديش عن كده. لو زودت عن كده هتلاقي العجينة حدقت معاكي، بيجي طعمها حادق. بس بعدين نغطيها تخمر يعني من 25 ل30 دقيقة، يعني حسب تدفئة المكان. يعني المكان دافي هتخمر معاك بسرعة. بعد كده هنا خمرت، يعني خدت 25 دقيقة كانت خمرت. بس انا كنت سايباها على المطبخ، يعني ما حطيتهاش في مكان دافي ولا حاجة. بس انت لو حطيتها مكان دافي هتخمر اسرع. هنا بعد ما خمرت هتلاقيها تجلد، هتلاقي قوامها تجلد. في الحالة دي نضيفه مية، يعني انا ضفت 5 معالق مية، ماشي. انا ضفت 5 معالق مية على اساس ان تبقى عجينة سايلة، ما تبقاش متماسكة. ان هي بعد ما تخمر بتبقى متماسكة. كده ضفت 4 معالق مية. يعني خطوات مهمة عايزة التركيز بس، يعني تركز هتلاقيها ايه سهلة. وبعد كده ضفت معلقة 5. كده ضفت بعد التخمير ضفت 5 معالق مية. 5 معالق مية ليه؟ عشان هي بعد ما خمرت قوامها تقل تفكيها بالمية، لان احنا عايزينها عايزينها عجينة سايلة. وبعد ما تعمليها كده سيبيها تخمر تاني 10 دقايق. يعني بعد ما فكيناها كده وخليناها عجينة سايلة، سيبوها تاني ترتاح 10 دقايق بس، يعني ما تسيبهاش اكتر من 10 دقايق. يعني لما تحضري الصينية وكده ابدأي فيها. هنا حطيت الصينية على نار متوسطة، ويعني كسرت النار حاجة بسيطة، يعني مش وطيت النار، يعني هديت النار حاجة بسيطة خالص. لو النار عندك ضعيفة ما تهديهاش، بس العين المتوسطة، مش اللي صغيرة خالص ولا الكبيرة خالص، المتوسطة. بعد كده دي علبة يعني صغيرة، يعني انا بعمل فيها عشان المقاسات كلها تبقى قد بعض. يعني انت ممكن تعملي فنجان قهوة، يعني لو فنجان القهوة عندك كبير اعملي نصه، على اساس ان ايه ان هما كلهم يجوا نفس المقاس. بس الاول ايه ادهني الصينية بنقطة زيت ومسحيها بالمنديل. يعني انا دهنت الصينية الاول بنقطة زيت ومسحتها بالمنديل، وحطيتها على النار تسخن الاول. يعني لازم تسخنيها على النار الاول بس. وبعد كده تجيبي حاجة تحطي فيها، يعني عشان المقاسات كلهم يبقوا ايه قد بعض، متبقاش واحدة اكبر من واحدة. بس الطريقة هي سهلة جدا، بس عايزة ايه عايزة تركيز بس. يعني الطريقة دي والله العظيم ناجحة وممتازة جدا، يعني هتعجبكم على الاخر. يعني مش هتفرجوها عن برا، يعني ما زيش القطايف اللي بتحط لها السميد دي. يعني مثلا اول ما تحطي لها سميد هتلاقيها اول ما تحطيها في الصينية هتلاقيها بسرعة حمرت من تحت، وهتلاقيها بسرعة عملت لك فقاعات كتير، وتلاقيها استوت بسرعة. ليه؟ لان هي عليها دقيق سميد. دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، فبتبقى شكلها مغري قدامك كده وكأنها ناشحة وكده. لكن المشكلة ايه؟ المشكلة لما تيجي تقليها في الزيت، المشكلة لما تيجي تحطيها في الزيت بتنشف معاك وبتحجر على الاخر، وتنزلي بيها في الشوربات بتبقى ناشفة ومحجرة، ما بتبقاش حلوة خالص. وفي نفس الوقت بتبقى طعمها قريب من صوابع زينب، يعني طعمها بيبقى قريب من صوابع زينب، لان اصلا القطايف ما بيتحط لهاش دقيق سميد. حط لها المقادير اللي انا قلت لها لك بالظبط، فهي دي الطريقة الصحيحة ليها. كنت في الاول يعني نعمل الخميرة الاولى انك تحطي نص كوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية، وبعدين تحطي لها نص معلقة صغيرة سكر، وبعدين تحطي معلقة صغيرة خميرة، يعني ما تزوديش عن معلقة صغيرة خميرة بس. وبعد كده تحطي نص كوب دقيق وتقلبيهم، بعدين تسيبيهم 10 دقايق يخمروا. بعد كده نعمل العجينة التانية. تحطي كوب مية دافي، وتحطي عليه معلقة كبيرة لبن بودرة، وتحطي عليه كيس فانيليا، وتحطي عليه برضو نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وطرف المعلقة الصغيرة ملح. وبعد كده تضيفي 2 كوبايتين دقيق وتقلبيهم.
هيبقى معانا ربع كوباية مية. ربع كوباية مية دي نعجن بيها بالتدريج، يعني نحط بشوية ونقلب، نحط بشوية ونقلب لحد ما تدينا عجينة سايلة. ماشي. لو انتي مثلا مش عايزة تضيفي معلقة لبن بودرة او ما عندكيشي، ممكن ربع كوباية المية اللي عملنا بيها في الاخر دي تضيفيها لبن. ماشي. فاللبن ده يعني كمحسن للعجينة، يعني كمحسن خبز، يعني بيرفع من قوام العجينة يعني بيخليه يعني يخلي قوامها كويس. ماشي. وبعد كده تضيفي كوبايتين الدقيق، وبعدين تسيبيها تخمر من 25 ل30 دقيقة حسب المكان. وبعد ما تخمر بعد التخمير هتلاقيها ايه، هتلاقيها يعني العجينة تجلد تاني معاكي، تجلد. طبيعي اي عجينة بعد ما تخمر تجلد. فاحنا نفكوها ايه ب5 معالق مية، يعني تضيفي معلقتين وتشوفيها عشان حسب نوع الدقيق، او تضيفي يعني بالتدريج، يعني ما تضيفيش ال5 معالق مرة واحدة، يعني تضيفي الاول 3 معالق، لو لقيتيها عاوزة تاني ضيفي معلقتين. يعني ما تزوديش عن 5 معالق مية. هي ممكن تعوز معاكي 5 معالق مية، وممكن تعوز 3 على حسب الدقيق هيشرب مية او لا. ماشي. بعد كده بعد ما تضيفي لها المية كده سيبيها ترتاح برضو ايه، سيبيها ترتاح، سيبيها ترتاح 10 دقايق. بعد كده حط الصينية على نار متوسطة. لو النار سخنة جامد عندك اكسريها شوية، يعني هديها شوية، يعني هديها شوية مش توطيها، هديها شوية. بعد كده تمسحي الصينية بنقطة زيت بالمنديل وتنشفيها بالمنديل. وبعد كده تبدأ ايه، تصبي بحاجة يعني مج شاي، علبة عندك صغيرة، على اساس ان المقاسات كلهم يبقوا ايه زي بعض، انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، وبس. فهي بتستوي معاكي بالراحة، لان هي ما فيهاش دقيق السميد. دقيق السميد ده لما بتحطيه فيها بتحمر بسرعة وبتعمل فقاعات كتيرة بسرعة بسبب ان فيها دقيق السميد. لكن المعمولة بالدقيق والمية دي لا، بتاخد وقت، وفي نفس الوقت بصي ما بتتلدحش، تطلع فاتحة من تحت، بتطلع مظبوطة، لان هي دي طريقتها الصحيحة. بس فتعملك الفقاعات كده بالراحة وبتستوي بالراحة، غير التانية اللي بيبقى عليها سميد دي بتستوي بسرعة، لان هي اصلا مش حلوة، مش طريقة صحيحة. ولما تيجي تحطيها في الشوربات وتحطيها في الزيت بتحمر جامد، ولما تحطيها في الشوربات بتحجر كده، بتبقى ناشفة، يعني بتاكليها كده هتحسيها بتتكسر في بقك كده بتتكسر. وبنفس الوقت بيبقى طعمها قريب من صوابع زينب، مش طريقة أصلية أصلا. الطريقة الأصلية مية ودقيق فقط وبس، ومعلقة اللبن البودرة أو ربع كوباية اللبن. لو هتستعمل دي أو دي فهي كمحسن، يعني ترفع من قوام الخبز وبس. يعني طالع لونها فاتح، لونها مظبوط، يعني هتعجبكم إن شاء الله. وبعد كده نحط مكسرات، يعني المكسرات دي أي حاجة. يعني أنا هنا حاطة لوز وفول سوداني، يعني اللوز وفول السوداني مكسراهم كتير كده. والزبيب، يعني الزبيب عشان كان كبير فانا قطعته على حتتين، لكن انت لو عندك الزبيب الصغير خالص ده حطيه عادي من غير ما تكسريه. وشوية جوز هند بس. والمكسرات دي على حسب الموجود عندك، حطي اي حاجة. الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، لو مشيتي على الخطوات صح هتجربيها وتنجح معاك ان شاء الله، هتعتمديها. يعني طالعة يعني طرية، يعني طالعة ممتازة، ومش عايزة اي كلام بصراحة. بس اهم حاجة انك تعملي خطوات العجينة على مرتين. مينفعش انك تحطي كل حاجة مرة واحدة، لا، لازم تعملي الخميرة وحديها والعجينة وحديها، لازم تعمليها على مرحلتين. يعني هنا في التسوية بيبقى لونها فاتح شوية، لان هي طريقتها الصحيحة كده ان يبقى لونها فاتح شوية. وبعد ما تحطيها في الزيت
بتتحمر بتديكي اللون المظبوط يعني. بس وبعد كده نحطه زيت على النار ونسخن الزيت الاول، وبعد كده نجليها ونحطها في الشوربات. يعني هي الخطوات سهلة بس عايزة تركيز بس عشان تمشي على الخطوات صح. بس هنا سخنت الزيت وبعد كده نجلي. اهم حاجة انك انت تحطيها في شوربات القطايف لازم يكون شوربات تقيل. لو الشوربات خفيف هتطرى معاكي في الشوربات، فلازم يكون تقيل. الشوربات تحت القطايف لازم تكون تقيلة زي بلح الشام كده. فكوبايتين السكر بياخدوا كوباية مية وعصير نص ليمونة وطرف المعلقة كده سنة ملح ليمون عشان السكر بس ايه ما يسكرش معاكي. والسكر يكون بارد، يعني هي تطلعيها سخنة وتحطيها على السكر وهو بارد. ينفعش الشربات اللي انت عاملاها، الشربات انت عاملاها سخنة وتطلع عليها دي سخنة هتطرى. يعني دي القطايف تبقى سخنة والشربات اللي احنا عملناها تبقى باردة. يعني لازم تعمليها قبليها بساعتين او ب3 ساعات عشان تبرد، او تعمليها قبليها 4 ساعات عشان تبقى تبرد الاول قبل ما تشتغلي فيها. بس لما نجليها كده بتديكي ايه اللون المظبوط اللي هو ايه ما تبقاش غامقة، لكن اللي بيتحط لها سميد دي لما تيجي تجليها بتبقى غامقة بتغمق. وبتبقاش ناجحة اصلا، يعني ما انصحش حد يعملها. اللي بيضاف عليها سميد دي ما انصحش ان حد يعملها لان هي الطريقة مش صحيحة اصلا، تضييع وقت وخلاص. هنا الشوربات تقيلة وباردة، لازم تكون تقيلة الشوربات تحت القطايف وتكون باردة. بس بعد كده نقلبها فيها، يعني تقلبيها فيها وبعدين تطلعيها. لو انتي مش عايزاها ايه تبقى السكر بتاعها تقيل، يعني عايزة الشربات بتاعتها تبقى خفيفة تطلعيها على طول. لو عايزاها تبقى تقيلة شوية سيبيها دقيقة او دقيقتين. بس بتبقى هي ايه من برا ناشفة، يعني من برا ناشفة من جوه ايه طرية. يعني وهي دي الطريقة الصحيحة للكنافة، يعني للقطايف قصدي. هي الطريقة الصحيحة دي للقطايف من جوه طرية كده ومن برا ناشفة. بس يا رب الفيديو يعجبكم، لما تجربوه ان شاء الله هيعجبكم فعلا. وبشكركم على المشاهدة.